مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ اهلا وسهلا بكم، واحب ارحب بالمتابعات الجدد من اي مكان، من اي محافظة. حبايب قلبي، اهلا وسهلا بكم. اليوم راح نسوي هنا عندي هذا تم نقعته ومغسول ومنقع، وهنا عندي بصل. راح اسوي مطبق الزبيدي. هسه اراويكم الطريقة. هسه حبايب قلبي شوفوا هذني غسلتهن وملحتهن. راح نخلي كركم ونخلي بهارات سمك، وبعدين ادهنهن بالتمر. هسه تشوفون الطريقة. هسه هنا حطينا بهارات سمك، وهسه راح نخلي كركم، وهسه راح اجيب تمر ادهنهن بالتمر. ضروري ضروري ندهنهن بالتمر حتى يصير الطعم طيب. هسه راح اجيب تمر واسويهن. وهنا عندي هذا التمن نقعته، وهنا عندنا البصل والكشمش. هسه نسوي حشوة اللي هي تتكون من بصل وكشمش وبس. هسه حبايبي راح اسوي الحشوة. هسه هنا خليت المي للتمن حتى اصفيه. هسه بس يفور المي اصفيه. هنا حبايب قلبي راح اسوي الحشوة. وهنا قلت لكم فار المي مالت التمن على مود اصفيه. هسه راح اذب التمن. وهسه راح نضيف شوية كركم، شوية بهارات سمك، وكثر لأن هي تعطيها طعم. وهنا عندي تمن راح اصفيه واحط له زعفران. وهاي نوم البصرة مطحون. راح نضيف زعفران للتمن. هسه راح نضيف الدهن. حبايب قلبي مو ضفنا هنا كركم وبهارات مال السمك. هسه شو نسوي؟ ندهن الزبادي بالتمر، ينطيه طعم كلش طيب. شوفوا بنات، دهنوه بالتمر يطلع كلش طعمه طيب.
انا حطيت له بهارات السمك وكركم، بس هم التمر يعطيه طعم طيب. وهسه حبايب قلبي كملنا السلطة. سويتها المكونات خس وزيتون بدون نوى وطماطة، وخليت لها خل أبيض خاص بالزلابة. وهاي حبايب قلبي كملنا. حبايب قلبي بعد ما الزيت حمى راح أبدي أقلي الزبيدي. يعني هذا الحشو كملته، وهنا ذني الزبيديات هسه راح ابدي اقليهم. هنا تمين مهدار، وهذا الزبيدي. وهسه حبايب قلبي كمليت الطبخ وصبينا، والف الحمد والشكر على النعمة، ونريد لايك وكومنت حلو من ايديكم الحلوة. وهذا غدانا لليوم، هذا طريقتي بعمل الزبيدي. هنا عندي الحشو، وهنا هذا الزبيدي، شوفوا شلون صار. والف الحمد والشكر على النعمة حبايب قلبي، واترككم في حفظ الرحمن، وان شاء الله التقي وياكم بفيديو جديد حبايب قلبي. لا تنسونا من اللايك والكومنت الحلو من ايديكم الحلوة، في حفظ الرحمن.